صلتنا بالغيب ليست صلة تتأتى عبر قرار الإيمان. الإيمان ليس قرارا، انتبهوا. قررت أن أؤمن وقررت أن أعترف بأن الله موجود وأنه كريم ورحيم والقرآن حق ومحمد حق. لا والله الأمور لا تجري على هذا النحو. صلتنا بالغيب تأتي عبر برهان الإيمان وليس عبر قرار الإيمان. هل فهمتم؟ لأن الإيمان لا يكون قرارا. في حالتنا في الحقيقة الإيمان هو وراثة، شيء ورثناه من أهلينا، ليس قرارا. لكن بعد ذلك هل تبرهن هذا الإيمان؟ كيف تتبرهن؟ أنا أقول لكم هذا الدين. ماذا أفعل؟ ليس حيلة، ما من حيلة، هذا الدين. تتبرهن عبر الدعوة المستجابة. أمن يجيب المضطر إذا دعا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن الله عز وجل لا يقبل دعوة، لا يسمع دعوة من قلب غافل، من قلب لاهن. انتبهوا، الله ما بتعاطى مع اللغة، مع لغة اللسان، يعني يقول يا الله خداي أنا مش عارف بوقة. لا، يتعاطى مع لغة القلب. إذا صح لقلبك أن يقول يا الله وقالها بلغته، الله يقول لبيك يا عبدي مباشرة. لكن تقول يا الله، إيه الله الذي حرفته مفهوميا، يقول لك لست هذا الذي تدعوه، أنا لا أستجيب لك، لا أسمعك. ادعو إلى أن تموت ثم تبدأ تشك. المشكلة عندك ليست عنده، لا إلا هو. وسل أولياء الله، سل أحباب الله تبارك وتعالى، هل يخيبهم؟ هل يقطع رجاءهم؟ هل يرد لهم دعوة؟ لماذا طيب؟ لماذا هم ولسنا نحن؟ إيه، لأنهم هم ونحن نحن الكذبة، نحن الزائفون الدجالون، وهم الصادقون أحباب الله. الدعاء المستجاب. 2، الرؤيا الصادقة. النبي قال إنها من بقية النبوة، ذهبت النبوة لم يبقى إلا المبشرات. الرؤيا الصادقة يراها المؤمن وترى له أو ترى له. الإلهام يا إخواني، القذف في الروع بإذن الله تعالى، أقذف في قلوبهم من نوري فيخبرون عني كما أخبر عنهم. ورابعا ومش أخيرا هذا، الكرامات، خوارق العادات يكرم بها الله أولياء الصالحين. ما تفكر سيدك عبد القادر وسيد الدسوقي، ما أنت ممكن تكون منهم يا مسكين يا أهبل، بيضحكوا عليك. أنت كل مؤمن ممكن يكون من أولياء الله ويؤيد بأشياء مش علشان إيه يحتز بها بين الناس ويضحك على الناس ويقبلوا له ايديه ورجليه أبدا، ويلبس لي عمامة خضراء ويفتح لي زاوية. لا يا أخي، لأنها برهان الإيمان، والإيمان مسألة صعبة، وحين يتعرض الإيمان للزلزلة الشك مسألة صعبة وخطيرة يا إخواني، مش لعب. وإحنا في عصر الزلزلة، وإحنا في عصر الشك الآن، ومستقبل شبابنا ومستقبل إيماننا كما قلت لكم في مهب الريح، شيء مخيف. لماذا أقول هذا؟ لأنني قلق وقلق جدا حين أسمع كثيرا جدا من الدعاة اليوم باسم أنهم عقلانيون، باسم أنهم علميون. طبعا المقام لا يتسع لنقاش هذه الأشياء. يسخرون، أصبحوا يسخرون من هذه الأشياء، أقسم بالله لا يقيمون وزنا لرؤيا صادقة. يقول لك أحلامه، هذا شيء في الدين، هذا يا مسكين القرآن تحدث عنه. مملكة أنقذت بفضل رؤيا صادقة. سورة يوسف، النبي كان كل صباح ماذا رأيتم؟ هل أحد منكم يرى رؤيا؟ يقول يهتم بهذا الشيء. إحنا لا نستسخف. كرامات مجنون. إذا تتحدث عن كرامات أنت إنسان دجال أو مجنون أو غير عقلاني وغير علمي. إيه بلاش يا حبيبي، خلينا العقل والعلم لك يا حبيبي، وحنشوف كيف يثبت إيمانك وكيف تثبت الإيمان في قلوب أولادك وفي قلوب من تربيهم يا محروم يا محجوب. والله العظيم محرومون ومحجوبون. أقول لكم في نهاية المطاف، كل ما ذكرت دعوة مستجابة، رؤيا صادقة، إلهام صادق، كرامة خارقة، كل هذه الأشياء تعمل عموما، وهذا الأصل، في مستوى فردي ذاتي. هذه مش شغلة جماعية. إلي لحالي، إلك لحالك، إلها لحالها، لكل واحد لحاله. بتعرفوا ليه؟ لأنها عطايا الإيمان وهي براهين الإيمان. الإيمان في نهاية المطاف مش شأن اجتماعي، هو مش نظرية فلسفية في التغيير، مش أيديولوجيا. الإيمان علاقة بالله للخلاص، تتخلص في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تعالى. في الدنيا عشان تصير بشر حقيقي، إنسان حقيقي كامل، هذا المؤمن هو الإنسان الكامل. وفي الآخرة تتخلص وتسعد بالله الذي عرفته في الدنيا.